اللي بيحصل في لبنان دلوقتي ما ينفعش يتسكت عليه. مدنيين كتير ماتوا بسبب القصف العنيف والوحشي من الاحتلال الصهيوني، وكمان قوات الاحتلال بدأت تدخل لبيروت، مع إنها كانت بتقول إنها فقط بتحاول تنهي حزب الله من لبنان وتحمي شعبها، بس هي شكلها دلوقتي بتحاول تحتل لبنان زي ما احتلت فلسطين. ومنذ ساعة تقريبا وقعت انفجارات ضخمة في الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وهذا من جراء غارات إسرائيلية عنيفة في المنطقة. وقالت المصادر أن موقع الانفجارات قريب جدا من مطار بيروت الدولي، مشيرا إلى أن أصدائها ترددت في أنحاء العاصمة اللبنانية. وقالت المصادر عن مصدر مقرب من حزب الله اللبناني قوله إن 11 غارة إسرائيلية متتالية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال مصدر بوزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية إن ضربة إسرائيلية واحدة على الأقل وقعت في ساعة مبكرة في صباح اليوم الجمعة قرب مطار بيروت الدولي. وتشن إسرائيل منذ أيام غارات عنيفة على مناطق متفرقة من لبنان قتل فيها المئات وأصيب الآلاف. وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن 37 شخصا قتلوا وأصيب 151 من جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات 24 الماضية. وفي الغارة دي بالذات الكيان الصهيوني بيحاول يستهدف في الساعات الأولى النهاردة رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، والذي هو بدوره سيكون خليفة نصر الله في الحزب، وسيكون خليفة نصر الله واللي اغتيل في 27 من سبتمبر الماضي. ووقعت انفجارات ضخمة جدا في الضاحية أسفرت عن موت الكثير من المدنيين وتفجير المباني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترى أنه من المناسب لإسرائيل أن تواصل هجماتها البرية والجوية على حزب الله اللبناني في الوقت الحالي، رغم إقراره بمخاطر اتساع العملية في لبنان إلى ما يتجاوز أهداف إسرائيل الحالية. وأرسلت إسرائيل قوات إلى جنوب لبنان والتي الآن اقتربت من العاصمة بيروت، وهذا بعد أسبوعين من الغارات الجوية الكثيفة في تصاعد لصراع اجتذب إيران ويهدد بجر الولايات المتحدة. وقال ميلر في إفادة صحفية دورية أن طبيعة جميع الصراعات متغيرة وغير متوقعة، وبالتالي من المستحيل تحديد المدة التي قد تستغرقها إسرائيل لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في تدمير البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، مما يسمح لها بإعادة الإسرائيليين النازحين من منازلهم بسبب إطلاق الصواريخ المستمر منذ أشهر. وأضاف ميلر: نريد في نهاية المطاف أن نرى وقفا لإطلاق النار وحلا دبلوماسيا، لكننا حاليا نرى أنه من المناسب أن تقوم إسرائيل في هذه المرحلة بقتل الإرهابيين كما وصفوهم. وحذرت واشنطن إسرائيل عدة مرات من تصعيد الصراع، لكن من يسمع؟ لكن اقتراح وقف إطلاق النار ل3 أسابيع الذي تقدمت به الولايات المتحدة ودول أخرى الأسبوع الماضي قُبل بالرفض السريع من جانب إسرائيل لصالح تكثيف العمليات. وقالت بيروت إن أكثر من 1,200,000 لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية، كما قتل نحو 2000 منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال العام الماضي، معظمهم في الأسبوعين الماضيين. وواصلت الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالأسلحة رغم توتر العلاقات خلال العام الماضي بسبب نهجها خلال الحرب في قطاع غزة، ودلوقتي تقريبا لبنان هيكون زي قطاع غزة. وعبرت واشنطن عن قلقها إزاء الخسائر في صفوف المدنيين في هذا الصراع، وحثت إسرائيل في بعض الأحيان على السيطرة على قواتها لتهدئة الغضب الدولي. وقال ميلر إن مسؤولين أمريكيين ناقشوا مع إسرائيل أهدافها في الصراع مع حزب الله، والتي تتضمن في الوقت الحالي تنفيذ عمليات توغل محدودة في لبنان مع استهداف مسلحي الجماعة بضربات جوية. وأضاف ميلر: نحن جميعا هنا
ندرك تماما تاريخ إسرائيل الطويل في بدء ما وصف في حينها بعمليات محدودة عبر الحدود اللبنانية، لتتحول إلى شيء مختلف تماما. تحولت إلى حروب واسعة النطاق، وفي بعض الأحيان احتلال، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستراقب كيف يتطور الصراع وتقيم الموقف باستمرار. وغزت إسرائيل لبنان عدة مرات، منها هجوم شنته عام 1982 ردا على إطلاق النار عبر الحدود، ودخلت خلال القوات الإسرائيلية بيروت. وقال ميلر: لا أعرف ماذا سيحدث، ويمكنني القول إن الإسرائيليين ربما لا يعرفون ماذا سيحدث في هذه المرحلة. هذا لا يعني أنهم لا يملكون خطة، هذا لا يعني أنهم لا يملكون أهدافا، هذا يعني أن الصراعات لا يمكن التنبؤ بها. وتعهد رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هالفي اليوم بمواصلة استهداف مواقع حزب الله في أنحاء لبنان، مشيرا إلى أنه لن يسمح للحزب بترسيخ حضوره مجددا في معاقله. وقال هيلفي في بيان: لن نسمح لحزب الله بوجوده في هذه المناطق مستقبلا. وأضاف: ستتواصل الضربات القوية على حزب الله في كافة المناطق، في بيروت وفي سهل البقاع وجنوب لبنان. ويواصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في لبنان، ويعمل على تدميرها وإلحاق الضرر بالقدرات العسكرية للحزب. وأعلن الجيش أنه بدأ عملية برية محددة في جنوب لبنان تستهدف حزب الله رغم الدعوات الدولية إلى التهدئة. وتقول إسرائيل إن من بين أهداف عملياتها في لبنان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل بسبب هجمات حزب الله من لبنان، والتي شنها بالتزامن مع حرب غزة. وتؤكد السلطات اللبنانية أن أكثر من 1,200,000 لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية. قتل نحو 2000 منذ بدء هذا الهجوم على لبنان على مدى العام المنصرم، أغلبهم في الأسبوعين الماضيين.